من زمن بعيد قوي، من قبل حتى ما يتبني أول حجر في الهرم. اكتشف المصريين سر الملوخية وكانوا بيستعملوها كعشبة طبية. بعد كده جه حد مجنون وجرب يطبخها وظبطت معاه، حبها المصريين وانتشرت في كل مصر، ومر الزمن وتعاقبت الأجيال وكملت الملوخية بوصفتها الأصلية اللي توارثها المصريين من أجدادهم وورثوها لأحفادهم، لغاية ما في يوم في قلب مدينة الذهب القاهرة المحروسة كان في ملك فاطمي غريب الأطوار. الملك ده كان على عكس المصريين، كان من عشاق البامية، وكان متغاظ جدا من إن معظم المصريين بيحبوا الملوخية أكتر وبيفضلوها على حبيبته البامية، فأمر بمنع زرعها وبيعها، واللي هيتشاف بياكلها هيتسجن. باتت مصر كلها حزينة بعد القرار ده، اختفت الملوخية من الأسواق واختفت ريحتها من الحواري، وما بقتش تسمع صوت شهقتها في البيوت من تاني. بس دي ما كانتش نهاية القصة. الملوخية انتشرت أكتر في السوق السوداء، بقت تتزرع في السر وتتباع في السر، بل إن الموضوع كبر وبقت صناعة وتجارة كبيرة جدا بعيد عن عيون الملك، ونشأت منظمات سرية كتير زي جمعية محبي الملوخية وكارهي البامية. يا باشا بقول لك انا هاخد منك الطن ب100 دينار، مين هيعرف يديك السعر ده؟ يا اخي مش موضوع فلوس، انا اديت كلمة للمعلم ابو حامد الخزرجي خلاص. الناس في باب اللوق خرمانة ملوخية، وانا المعلم برقوق الهمداني وفلوسي حاضرة، توتو على كبوتو. ايه اللي انت قلته ده؟ يعني ايه يا عم، انت مش روش ولا ايه؟ قصدي فلوسي حاضرة يعني. حلو قوي الكلام ده. لا ده احنا نعمل محضر بقى ونحرز النص كيلو ملوخية ده. لا بقول لك يا حبيب اخيك، كنت عايز 2 كيلو من الاخضر وصايه نعناع. لا نعناع ايه وانا افتح قهوه؟ انا عايز ملوخيه. وطي صوتك هنتفضح. قابلني الساعه 1 بالليل. وبسبب تحريم زرع الملوخية وتحولها للسوق السوداء فترة كبيرة من الزمن، ضاعت وصفة طبخة الملوخية الأصلية اللي توارثها المصريين جيل ورا جيل من أيام الفراعنة، لغاية ما في يوم من الأيام